صباح الخير الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في فيديو. معكم زينه من قناه زينه وورد. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا فلوق، اول فلوق في القناه. في هذا الفلوق ان شاء الله راح نشوفوا خرجه خفيفه مع الاولاد والزوج. كنا رحنا لمناطق متفرقه. كذلك عندنا عشاء خفيف سريع تقدري تحضريه في وقت قليل. بالإضافة إلى عندنا مناسبة صغيرة، مناسبة عيد ميلاد ابني. إن شاء الله تابعوا الفيديو للآخر ويعجبكم. بداية اليوم كان اليوم مغيم شوية، لكن من بعد بدأت تطلع الشمس، بدأ يزين النهار. هنا كنا في الطريق، خديت لكم بعض المقاطع ولا لقطات من المناظر الطبيعية اللي كانت في الطريق. بزاف شابة، قلت عليها من نشاركهاش معاكم. على بالي كاين بزاف يعرفوا هذه المناطق، كذلك كاين ناس ما يعرفوهمش باش يشوفوهم معنا ويعرفوا المناطق اللي درنا فيها شويه مناظر. هنا الجو هذا النهار كان جو ربيعي بامتياز. نخليكم تشوفوا هذه المناطق ومن بعد نرجع لكم. حاولت نصور بعض لقطات من الاماكن اللي رحنا ليها، اللي كنا زرناها. هذا النهار كان صادف عيد ميلاد ابني. كنا قريبين المحل حلويات. حب الوالد نتاعو يديلو اون تارت. زيارة ثانية كانت لولاية العاصمة الجزائر العاصمة. كنا في الطريق زرنا اماكن شابة في العاصمة. كنت هنا والعائلة، رحنا دينا دراري المقام كما راكم تشوفوا. كان نهار رائع، راني نصور في الاولاد. نهار مشمس، كان يوم ربيعي كما يقولوا. واحد يدي الاطفال تاعو يخرجهم شويه كي يكون نهار مشمس هكذا. اليوم فرحوا في هذا النهار، فرحوا بزاف الدراري، لعبوا جراو، بروفيتاو الماكسيموم في هذه الخرجه. القليل منا يعرف معلومات حول المقام اللي يعتبر من أهم معلم في تاريخ الجزائر المستقلة. يبلغ طوله حوالي 92 متر. يعتبر تحفة معمارية، يطل على هضبة سالومبي. اللي قام بالبناء هذا المعلم هو مهندس جزائري يسمى بشير ريلس. حقيقة أبدع في تصميم هذا المقام. وهاد الساحة مقابلة المقام كنا قعدنا فيها. كان نهار مشمس، كانوا كاع العائلات الجزائرية هنايا، كانوا كاع العائلات خرجوا جابوا الاولاد يلعبوا يدوروا شوية. كنا دخلنا للدار، دخلنا تعبانين من السفر. درت لهم عشاء خفيف، كان عندي شويه خضره، قلت عليه ما نديرش حساء البطاطا ونشاركه معكم بالمناسبه. هنا عندي المقادير اللي حطيتها قدامي. عندي كورجيت او قرعه، عندي بطاطا، عندي شويه كرافس، وعندي حبه بصل ومرصوص دجاج زيديه معاهم باش يعطي البنه. مقادير يعني سهله. لي زيبيس عندي فلفل اسود وكركم وزنجبيل، عندي ورقه رند كذلك او ورقه سيدنا موسى. قطعيهم كامل، ديريهم في القدرة اللي حطيبي فيها. ضفت معاها شويه ملح ومرقتها بالماء وحطيتها وغطيت عليها على نار هاديه. الوقت اللي توجد نرحيها ونضيف لها الفرماج. في هذا الاثناء كان الزوج ديالي جاب لي هذا الدوائر تاع الدجاج اللي يكونوا واجدين، تحبي تقليهم كيما راهم. انا حبيت نغير فيهم شويه باسكو جابهم لي جامدين، دونك راني نحاول نفتتهم بيديا ومن بعد نضيف لهم المقادير.
وهنا نحط عليهم حبة بيض كيما راكم تشوفوا، نزيد عليها 2 مغارف لاشابير وشويه فلفل اسود. تعجنيهم مليح، من بعد تكوريهم على شكل كريات صغيره، تحطي لهم المقله، ديري فيها شويه زيت وتبداي تقليهم. وهنا سيبون راهم وجدوا، نبدا نحط فيهم كيما راكم تشوفوا. في هاد الاثناء راهي الحساء راه وجد عندي، نروح نرحيه نضيف له الجبن. وهنا ناخذ مقله ندير فيها شويه سنينه ثوم، شويه طوماطيش كونسونطري او طماطيش مركزه، ندير معاها شويه كركم، شويه فلفل كحل وشويه ملح، ونخليهم على نار هاديه باش توجد لنا هاد لاصوص. في هذا الوقت ان شاء الله راح تشوفوا الاطباق على طاوله التقديم. هنا راه عندي لاسوب اللي كنت رحيتها وزدت لها شويه فرماج كيما تحبوا، 3 4 على حسب لوغو. وتانيك رافقتها مع شويه سلطه. هادو الكريات اللي كنا وجدناهم مع بعض راني نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، تبدل الكو تاعهم شويه. وهنا نخليكم مع مقتطفات من عيد ميلاد ابني، ان شاء الله كل عام وهو بخير. نقولوا من هذا المنبر نقولوا كل عام وانت بخير ان شاء الله، وسنين دايما ان شاء الله، مزيد من التألق والنجاح. انا كنت حضرت له كيكه في الدار على السريع، بالاضافه للكيكه اللي كنا شريناها له. وهنا مقتطفات من حفل عيد ميلاده. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا للمتابعه والى اللقاء في الفيديوهات اللاحقه.